صباح الفل، معاكم شويه من كامب ترافل. احنا النهارده هنشوف فندق شيراتون شرم. يلا بينا. زي ما انتم شايفين الفندق على البحر على طول، وكمان في ممشى على البحر. في اخر الممشى تقدر تعمل سنوركلينج. فريق الانيميشن في الفندق بيقدم لنا فقرات وعروض مختلفة طول اليوم. وطبعا في بار على البحر على طول، بيكون من الساعه 9 الصبح لحد غروب الشمس، بيقدم كوكتيلات وعصاير مختلفه. الفندق بيبقى فيه 3 حمامات سباحه، وكمان في بار على كل حمام سباحه. البار بيشتغل من الساعه 9 الصبح لحد غروب الشمس. وفي كمان حمام سباحه عمقه 3 متر تقدر تعمل فيه دايفنج. وهنا بقى مكان فيه حمام سباحه وشلال للاستمتاع والاستجمام، وكمان في بار مواعيده من الساعه 12 للساعه 4 بيقدم كوكتيلات وعصاير. احنا دلوقتي في المطعم الرئيسي، مواعيده بتبقى من 6:30 ل 10:30 الفطار، من 12 ل 3 الغداء، ومن 7 ل 10 العشاء. احنا دلوقتي في مطعم بورتوفينو الايطالي، وزي ما انتم شايفين المطعم واخد نفس الشكل بتاع منطقه بورتوفينو اللي موجوده في ايطاليا. المطعم مواعيده من الساعة 7 للساعة 10 بالليل، ولازم تحجز الصبح من الساعة 9 للساعة 1. والمطعم بيقدم بعض الوجبات المجانيه، الهارد اول انكلوزيف والسوفت اول انكلوزيف والهاف بورد، وفي بعض الوجبات بيبقى عليها ديسكاونت، وبعض الوجبات بتدفع تكلفتها كامله. وكمان اللي بيميز المطعم ان في فرن خشبي بيقدم لنا بيتزا بنفس طعم البيتزا الايطالي. احنا دلوقتي في مطعم اللبناني دار القمر، بتكون مواعيده من الساعه 7 للساعه 10، نقدر نحجز من 9 الصبح للساعه 1. والمطعم بيقدم بعض الوجبات المجانيه، الهارد اول انكلوزيف والسوفت اول انكلوزيف والهاف بورد، وفي بعض الوجبات بيبقى عليها ديسكاونت، وبعض الوجبات بتدفع تكلفتها كامله. احنا دلوقتي في الكيدز كلاب، وبيبقى ليه ميعادين من 10 ل1 ومن 3 ل5. وهنا الكيدز اريا بتكون شغاله طول اليوم. احنا دلوقتي في غرفه سبيريو ستاندرد سي فيو. الغرفه بتكون سرير واحد او سريرين او 3 حسب اختيارنا للغرفه. زي ما انتم شايفين بيكون الفيو على البحر على طول. في الغرفه بيقدم لنا راوتر لكل غرفه، في 2 روب، وفي ازازتين ميه لينا في اليوم فري، في مكوى، ده غير ان بيبقى فيه خزنة في كل غرفة. في بار موجود في الريسبشن، بيكون مواعيده من الساعه 9 للساعه 12، بيقدم كوكتيلات وعصاير مختلفه. وبكده نكون شفنا كل حاجه موجوده في فندق شيراتون شرم. وطبعا بنشكر اداره الفندق، وبنشكر مستر احمد اباظه، وبنشكر ميسس ناتاليا جيست ريليشن. مفيش حاجة اسمها فندق حلو وفندق وحش، احنا في فكرة مستشارك السياحي قررنا نشوف معاكم الفنادق كلها مميزاتها وعيوبها، علشان نساعدك تختار الفندق المناسب لميزانيتك واحتياجاتك، وعلشان نخلي رحلتك ما تتنسيش هنكون معاكم في كل فندق من قلب الحدث.